المغرب يكتسح اللوائح النهائية لجوائز الكاف. كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن اللوائح النهائية المرشحة لجوائز كاف أووردز 2023، وعرفت سيطرة مغربية في مختلف الفئات. وينافس المنتخب المغربي في فئة أفضل منتخب إفريقي إلى جانب كل من غامبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا والسنغال. وضمت القائمة النهائية المصغرة عن فئة أفضل فريق في القارة الوداد الرياضي إلى جانب الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي. وأما القائمة النهائية لمدرب العام فضمت الناخب الوطني وليد الركراكي الذي ينافس على الجائزة إلى جانب كل من أليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي وتوم سانتفيت مدرب منتخب غامبيا، مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري، وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري. وينافس حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو على جائزة أفضل حارس مرمى في العام الجاري إلى جانب كل من أندري أونانا الكاميرون ومحمد الشناوي مصر وإدوارد ماندي السنغال ورون وين ويليامز جنوب إفريقيا. وينافس كل من بلال الخنوس وعبد الصمد الزلزولي على جائزة أفضل لاعب شاب، فيما يتبارى يحيى عطية الله ويحيى جبران عن جائزة أفضل لاعب داخل الأندية. وأما عن فئة أفضل لاعب في السنة، وهي الفئة الأكثر جذبا لاهتمام الجمهور، فيتنافس فيها 4 لاعبين مغاربة، ويتعلق الأمر بكل من ياسين بونو وسفيان أمرابط وأشرف حكيمي ويوسف النصيري إلى جانب كل من رياض محرز الجزائر وفيكتور أوسيمين نيجيريا وساديو ماني السنغال ومحمد صلاح مصر وفينسنت أبو بكار الكاميرون وفرانك أنجيسا الكاميرون. جدير بالذكر أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كانت قد أعلنت تنظيم حفل توزيع الجوائز السنوية يوم 11 دجنبر المقبل بمراكش، علما أن الرباط احتضنت النسخة السابقة من الحفل نفسه العام الماضي.